النهاردة ان شاء الله حبايبي هوريكم ازاي نعمل مع بعض الرقاق. هنعمل صينية رقاق. احنا بنشتري علبة رقاق مدور من السوبر ماركت، وغالبا هو بيبقى ده النوع الاحلى نوع يعني. بيبقى فيها حوالي 8 وحدات مدورين، وبنحضر صينية مدورة. الاول بنعمل العصاج ده اللي هنحشي بيه، هنحطه في نص الرقاق. عبارة عن بصلة ولحمة مفرومة وملح وفلفل وبهارات، وبنعصج اللحمة المفرومة دي في البصلة. يعني البصلة مش حاطين لها اي دهون ولا حاجة، لان الدهون اوريدي موجودة في اللحمة. بنحط عليها اللحمة وملح وفلفل وبهارات ونقلبها كده لحد ما تاخد اللون ده. بعد ما تاخد اللون الحلو ده نبدأ نحط لها شوية مية عشان تستوي. نحط لها نضيف مية على العصاج ده عشان يشرب المية ويبقى مستوي تماما. كده حطيناه المية، غطيناها بالمية وهنسيبها تغلي لحد ما تستوي. هنكون بقى جايبين صينية، نحط في القاع زبدة، ونجيب الرقاق. هما بيبقوا حوالي 8 وحدات. هنبدأ يكون عندنا شوربة. الشوربة نسقي بيها ورق الرقاق واحدة واحدة. يعني نجيب الورقة كده ونبلها بسيط بالشوربة، وبعدين نحط 4 وحدات بالشكل ده تحت، وبعدين نحط راق العصاج كله، وبعدين نرجع نحط نبل ال4 وحدات التانيين ونرصهم من فوق. فهتبقى كده الصينية مرصوصة الزبدة الأول، وبعدين 4 ورقات مبلولين شوربة، وبعدين عصاج، وبعدين 4 ورقات مبلولين شوربة، وفي الآخر نحط زبدة تاني. ونكون مسخنين الفرن، نروح حاطين الصينية جوه الفرن كده، نسيبها لحد اما تاخد اللون الجميل بتاع الرقاق اللي احنا عارفينه اللي هو ده. كده تبقى خلاص استوت وبالهنا والشفا. ممكن لما تستوي كده ممكن تروحي ساقياها كمان نص كوباية شوربة لو بتحبي الرقاق طري، وهي سخنة وطالعة كده بتعمل شك 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 كده دي، تروح انت ساقياها نص كوباية شوربة ومغطياها وسايباها لحد ما تبرد. بالشكل ده يطلع معاكي الرقاق طري وجميل جدا، وبعد ما يبرد تقدري تقطعيه. وبالهنا والشفا.